السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ النهاردة أنا موجود في مدرسة إسلامية ثانوي وإعدادي، عايز أوريها لكم بس عشان أنا المنظر عجبني، فتعالوا أخدكم في جولة كده جوه المدرسة. ده المفروض الطريق اللي بيؤدي إلى المدرسة، عاملين على اليمين هنا مكان للحضانة. اعذريني بس النهاردة على الصوت عشان أنا ما جبتش المايك معايا. وده اسم المدرسة، نشر العلوم. اسمها نشر العلوم. طبعا هو النهارده في زي مسابقه كده علشان حاجه كده اشبه بدوري المدارس، يعني بيجيبوا المدارس في كل الجزيره وبيتنافسوا الاطفال مع بعض، وعاملين هنا طبعا عربيات اكل. تعالى اوريكم الراجل ده بيطبخ ايه. السلام عليكم. بقول لي هركم بتوت اللور يا Telur goreng. ده بيض. Berapa? ده بيض على دقيق. Satu tandingan 5.000. وسعره يعني ب 30 سنت بس. ايه ترمى كاسي بقى. وعندك واحد تاني بتاع عصير، كل اللي فوق ده عصاير. عليكم. كل دي انواع عصاير. طبعا انت لو مش عارف اندونيسي، ممكن ان انت بتلاقي اسامي العصاير مكتوبه بالانجليزي برضو، يعني في منتجات مكتوبه بالانجليزي، فاللغه مش هتتوهك في الاكل يعني. وبس كده، وبالونات اطفال. السلام عليكم. وده نفس برضو اللي هو كان بيعمله. ده بيحط دقيق في الخرام دي، بيحط دقيق وبيشويه كده على بيحط فيه خلة سنين وبيشويه. تعالوا بقى ندخل نشوف المدرسة. ده الباركنج الأول. ودول البنات طلبة المدرسة. السلام عليكم. ما شاء الله. تبص بقية الباركنج. هي المدرسة بصراحة نظيفة وجميلة، ومساحتها كبيرة يعني، بس مش عارف بقى نبدأ منين. تعالوا. ده كده المصلى شمال، وصد فيه يافطة حاطين هنا عشان محدش يتوه. ده في مسجد كده. ده المسجد اللي هناك ده، او مصلى صغير علشان الطلبة. هو بيسموه مصلى يعني مسجد. المدرسة دي زي ما قلت لكم فيها اعدادي وفيها ثانوي، ولاد وبنات، بس طبعا منفصلين. ودي الناحية التانية. طبعا انت تحس ان انت قاعد في نزهة خلوية. بس الشجرة دي طبعا القعدة الاندونيسي التقليدي. المنظر ده هتشوفه في اكتر من مكان في اندونيسيا. وعاملين لهم هنا سمك. بص بقى الدلع. هو حاطين لهم سمك، مدلعينهم والله. تعالوا نشوفوا الناحية التانية. طبعا مش كل المباني هينفع ان احنا نقرب لها، علشان زي ما قلت لكم في امتحانات. هما بيجيبوا طلبة من كل الجزيرة، كل مدرسة بتبعت الطلبة المتفوقين بتوعها وبيعملوا امتحانات وبيقعدوا يصفوا بقى. واللي بيكسب بياخد كاس وبياخد شهادة تقدير وبيدوله فلوس. مش فلوس كتير يعني، بس هو مبلغ مادي كده ايه صغير كتشجيع فقط مش اكتر. تعالوا نطلع الناحية التانية. ده الباركنج التاني.
او ده المفروض بقى اللي هو الحوش، يعني هم عاملينه دلوقتي باركينج علشان في طلبة واهالي كتير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ditujukan kepada semua peserta tahfidz, diharap sekarang juga ke aula. عندهم تحفيظ. Sekali lagi, ditujukan kepada semua peserta tahfidz. طبعا هي المسابقات بيعملوها في اكتر من حاجة، يعني بيعملوا في انجليزي، فيزياء، رياضيات، بيعملوا تحفيظ قرآن، بيعملوا فيه برضو اختبار كده في الفقه. ده بقى بوابة المدرسة الداخلي. السلام عليكم. ما شاء الله. ده بقى معهد مكتوب بالعربي، هو معهد نشر العلوم للبنات. طبعا مش هينفع ندخل جوه، المفروض ده جوه بقى المدرسة الداخلي والمبيت بتاع البنات. تعالوا اوريكم الناحية التانية. الناحية التانية مفيهاش حاجة تقريبا. في الراجل اللي قاعد ده لابس اللبس الجوي، الطاقية والقميص ده. الطاقية دي الطاقية الجوية. كل جزيرة بقى ليها طاقية شكل، ولكن هي حاجة حلوة ان انت تبقى طلبة في مدرسة وحاسين ان هم ايه، كأنهم في جنينة، مش مجرد كتل خرسانية واسمنت وخلاص على كده. انا شايفها والله المدرسة تشرح النفس، يعني تشجع الطلبة على المذاكرة، او ان تخليهم ان هم يحبوا المدرسة. تعالى بقى نروح، عايزين نقعد في قعدة من القعدات دي، اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. هنروحوا هناك. السلام عليكم. بص بقى يا سيدي، كلها خشب في خشب، وادي السقف من فوق. موضوع جدا بسيط. وده المبنى بتاع المدرسة. طبعا الشمس جامدة وضربة في عيني على طول. فده كان الفيديو البسيط اللي انا كنت عايز اوريه لكم. من لما جيت المدرسة منظر بجد عجبني، فقلت لازم ان انا اوريكم ده شكل المدارس الاسلامية. اغلب المدارس الاسلامية هنا بتبقى داخلي. المدرسة الاسلامية الداخلي بيعلموا لغة عربية، قرآن، حديث وفقه، الى جانب المواد العلمية التانية. بعض المدارس الكويسة او المعاهد الاسلامية الكويسة اللي هي داخلي بيبقى ممنوع ان انت تتكلم بالبهذا الاندونيسي فيها، لان هم بيعلموهم لغة عربية. عايز ان هو يطلع الولد ان هو شيخ يروح يدرس في الازهر ويرجع بلده يشتغل بقى امام مسجد، او ان هو يشتغل داعية. ده بيكون حلم لناس كتير في اندونيسيا، خصوصا في الفلاحين. يعني في المناطق، في القرى الصغيرة تلاقي في اهالي كتير بيبقى نفسهم ان انا ابني، انا كل اللي هعمله ان انا في ابتدائي خلص اعدادي مثلا ادخله بقى ثانوي يتعلم عربي، او ساعات في بيدخلوه من اعدادي كمان يتعلم عربي ويتعلم فقه، واخليه مؤهل ان هو يدرس في الازهر في القاهرة، او في جامعة في السعودية بس مش متذكر اسمها، برضو بيكون فيها جالية اندونيسية وماليزية كبيرة. ولكن مش كله داخلي، يعني بعض المدارس الاسلامية مش بتكون داخلي، ممكن هو يروح الصبح ويرجع يبات في البيت. انما الداخلي بيبقى مثلا بتكلف حسب طبعا المدينة وحسب المنطقة، بس على سبيل المثال 1,000,000 روبيا في الشهر، وال1,000,000 روبيا دي بقى بتكفي الاكل وبتكفي الشرب بتاع الولد والاقامة بتاعته طبعا. وبس هو ده كان الفيديو بتاعنا، ده كان مثال بسيط بس عن المدارس.
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.